خير الكلام ما قل ودل. فالرز بطاطا تعالوا نحضرها مع بعض. بدي اقطع فلفله خضراء، رح اقطعها لمكعبات في هالشكل. مو يعني اذا ما حكيت كتير مثل باقي الطباخين تطلعوا من اول الفيديو، كملوا للاخير، الوصفه طيبه كتير. عايشه بتعمل هون طالع امشط القربية. اقطع بندوره كمان، رح اقطعها تقطيعه خشنه. رح اقطع كمان بطاطا. عم اشتغل على تقطيعها خشنه كل شيء. بدي استخدم انا صدورة الدجاج، كنت نقعتهم بمي وخل وتاركتهم لصفوا ميتهم. هلا بدي اقطعهم تقطيعة الشيش، يعني كمان تقطيعة خشنة مثل ما قطعنا الخضرة. ضروري تشيلوا هدول العروق البيضاء اللي بتكون بقلب الفروج، هي اعصاب. واخر شي بدي اضيف عليهم شوية جوز مكسر. هلا خلونا نروح نجهز التتبيلة. التتبيلة بدي اجهزها على النار. رح ذوب زبدة اول، اضيف معها شوي زيت نباتي وشوي من الزيت الحلو، معلقة صغيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من البهار الابيض، معلقة صغيرة من بودرة الثوم. كلهم تقليبة بسيطة مع الزبدة، وبعدين بضيف باقي المكونات. بضيف معلقة كبيرة من دبس البندورة أو مية الفرنجي، معلقة صغيرة من دبس فليفلة، تقريبا معلقة كبيرة من دبس الرمان، اوف كترنا شوي، كبيرة من الملح. قلبهم مع بعض منيح. هلا بدي اضيف عليهم تقريبا كاستين كبار من المي. باخدها وبنزل فيها فوق الصينية. هلا انا طلعتها من الفرن، مجهزة عندي هون توم وحمض وزيت، رح كتهم عليها. ويلا خلونا نسكب وندوق. نعطيها رشة بقدونس ويلا خلونا ندوق. رائع. وبس والله هاي كانت وصفتي لليوم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لي لايكات وتكتبوا لي من تعليقاتكم الحلوة. وبس والله نصيحة، تابعوني ما بتستفادوا شي.